يا هلا بيكم. النهاردة هنعمل خشاف، اكتر حاجة بحبها في شهر رمضان. طعمه لذيذ جدا. طريقته سهلة وبسيطة. يلا بينا نبدأ ونشوف الطريقة اللي انا بعمله بيها. انا هنا معايا تين مجفف ومش مجفف، ولو عندكم قراصية حطوا، بس انا ما جبتش بصراحة. بمسك المشمش واقطعه صغير زي ما انتم شايفين كده، مش المجفف، وكمان التين. في بيحط زبيب، في بيحط تمر، بس انا بكتفي بدول. بحطهم بقى مع بعض في حلة، وهضيف عليهم كوباية من السكر، او على حسب رغبتكم في السكر اللي انتوا عايزينه. وبعدين بضيف عليه لتر من المية وبحطه على النار. اول بقى ما يبدأ يغلي بسيبه نص ساعة بالظبط على نار هادية لحد ما الفواكه المجففة تستوي، وبس كده. سيبته بقى لحد ما برد خالص في درجة حرارة الغرفة، وبعدين بضيف عليه كوبايتين كبار من المية. ده تاخدوا الشوربه بتاعته ده، تاخدوها تشربوها عصير اصلا لوحدها، طعمه تحفه جدا. وبسيبه بقى يبرد، وبنقدمه زي ما انتم شايفين، وبحط عليه تمر كده من فوق. وبالهنا والعافيه عليكم.